إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. كلمتين وبس. صاحبنا سافر كام يوم يخلص شغلانة تخصه، رجع على بيته لقى شيء لا يمكن يتصور حدوثه ولا حتى بين أكلة لحوم البشر، إذ إنه فوجئ يا حضرات السادة الأفاضل بإن جيرانه اللي شقتهم لزق في شقته وحيطتهم لزق في حيطته اتفاجئ بإن الجيران دول كسروا شقته واستولوا على عفشه وأوراقه وخفوها في مكان مجهول وقعدوا في الشقة واحتلوها احتلال كامل. ويا صاحب الشقة اخبط راسك في الحيط، احنا محتاجين للشقة دي لان واحد من الولاد هيتجوز فيها. طبعا صاحبنا راح البوليس والنيابة وقدم الشكاوي اللازمة، وجهات الامن ابتدت في عمل التحقيقات، وطبعا من الاكيد ان صاحبنا ده هيرجع له حقه. لكن السؤال هنا ازاي ده يحصل؟ ومن مين؟ من الجيران اللي المفروض انهم زي الاهل بالظبط، بل يمكن في ناس بتشوف جيرانها وتعاشرها اكتر من اهلها، وفي جيران تعرف من اسرار جيرانها اكتر من الاهل برضه، وجيران بتساعد جيرانها كأنهم من عيلة واحدة. الجيران اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليهم وأمر بضرورة حسن رعايتهم والاطمئنان عليهم. أعرف راجل كان ساكن في شارعنا زمان، له جار سافر وساب مراته وولاده لمدة كبيرة. هذا الجار يا حضرات السادة الأفاضل كان لا يمكن يفطر أو يتغدى أو يتعشى هو أو مراته أو ولاده قبل ما يطمن إن مرات جاره وولادها أكلوا. قبل ما يدفع إيجار شقته كان يدفع إيجار شقتهم. قبل ما يجيب هدوم العيد لولاده كان يجيب لولاد جاره. لو حد من الولاد عي يبقى هيقطع نفسه ما بين دكتور وأدوية ومستشفى لو لزم الأمر. ولما كان حد أو أي حد يندهش من تصرفاته كان يقول ده جار يا ناس، ده العشرة والزمالة، ده الصبح والمساء، ده الفرح والزعل. ازاي اتخلى عن ولاده وهو مش موجود؟ دي مسؤولية في رقبتي،